وهتروح على اللاير بتاعت الاي برضو هتخليها مالتبلاي. لو عايز تغير اللون الاخضر برضو براحتك. واللاير بتاعت البادي هنخليها color. كده يعتبر انت لونت بشكل كامل. دلوقتي مرحلة ان انت هتبدأ تشيل الباك جراوند بقى. نخفي الباك جراوند دي خالص ونروح على effects ونختار solid color. هنجيب مثلا درجة اللون ده، ندوس اوكي. بعدين هنفتح لاير جديدة وبالبرش هتختار الكالر ده وهنبدأ نفتحه شوية. هتكليك واحدة بس كده عشان بس نعمل إضاءة في الباك جراوند عشان يبقى فيه عازل بس. انتر. هتدوس على تي عشان تجيب التكست تول، تكتب دوجز لايف. هتدوس كنترول A عشان تعمل الاين. هتبدأ تاخد اللاير بتاعت التكست دي كوبي تحطها فوق الكلب وهتقلل الفيل بتاعها لزيرو. بعدين هتروح على blending options، تفتح الستروك مثلا 10. وبعدين هتمسك اللاير التكست الاولانيه اللي فوق واللي تحت، هتدوس رايت كليك وهتعمل لينك لايرز عشان تبدا ان انت تحركهم مع بعض زي ما انت عايز كده بالمنظر ده. وتروح على اللاير تاني اللي هي الاولانيه، تدوس افكتس، تفتح البيفل. دي خطوه دي اضافيه لو انت مش حابب ان انت تعملها اصلا. دي بس عشان يعني تضيف شكل للتكست شويه. وبعدين رحت على التكستشر، تبدأ تغير السكيلينج بتاعه زي ما انت عايز كده بالمنظر ده. بعدين بعد ما تخلص تدوس اوكي. كده انت عملت التكست. وبعدين تفتح التكست تول، وانا كنت كاتب كده بريف صغير، هاخده كوبي غير الفونت بتاعه ليه بولد، صغره 80 مثلا. حسيته كبير شوية، تصغر شوية كمان.